السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعريفا بنفسي أنا محمد ياسر، سوفت وير تيست انجينير. أنا صراحة من فترة لما كنت باجي أدرس يعني المجال قبل ما أشتغل وكده كنت بلاقي جاب أو بلاقي إن الناس كلها مهتمة بحتة النظري، شرح الشهادة وكده. والناس كتير قوي أو كنت بلاقي صعوبة على ما ألاقي محتوى عربي بيشرح كورس كامل عن السوفت وير تيستنج براكتيكال، اللي هو ان احنا نمسك مشروع كامل، نمسكه من اول الدوكيومنتيشن، كتابة التست كيسز، الباج ريبورت. بس يعني الكورس ده هيبقى تفصيلي تفصيلي تفصيلي، يعني تفصيلي بمعنى كلمة تفصيلي. كتبنا 20 تيست كيس، 30، 40، 50، هنكتبهم كلهم مع بعض. مش هكتب مثلا تيست كيس واحدة واقول خلاص انتوا عرفتوا بتتكتب ازاي فهنسكيب وندخل على الباج ريبورت. لا، لا، احنا هنمسك، هنعرف ازاي الشغل بيمشي في الشركات، عشان وانت بتدخل في المجال او بتتعرف على المجال يكون عندك معلومة ان انت لما ان شاء الله تيجي تشتغل هتبقى عارف ازاي ان انت تدخل في المجال، عارف ازاي ان انت لما تيجي ان شاء الله تشتغل هتبقى الشغل ماشي ازاي. ده برضه هيساعدك ان انت تحدد اذا كان المجال ده مناسب ليك او لا. طيب، خلينا سريعا ندخل في محتوى الكورس. انا اول حاجة انا هدي انترودكشن عن السوفت وير تيستنج، بمعنى صح النظري. طب انت بتقول هو براكتيكال، بس انا في الاول لازم ادي الانترودكشن دي عشان خاطر الناس اللي ما خدتش الكورسات التانية بتاعت النظري او ما شافهاش، فيبقى بس ايه الايند معانا، ان هو يبقى عارف النظري قرا عنه. لو انت عارف النظري وخدت فيه كورسات وعارف الشهادة او خدت الشهادة عامة وعارف المحتوى بتاعها كويس جدا، انت هتسكيب الجزء ده، هتدخل على طول على الجزء النظري. انا هبدا اعرفك السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل بتمشي ازاي، والسوفت وير تيستنج لايف سايكل برضه بتمشي ازاي. هننتقل للدوكيومنتيشن. لو انتم مش عارفين دوكيومنتيشن بيبقى جاي لنا BRD في المتطلبات، وفي SRS في المتطلبات، في كل حاجه احنا محتاجينها. هقولك ازاي تحللها، ازاي تطلع منها اسئله اللي انت مش فاهمها، لان الجزء ده مهم جدا. يعني جزء ان انت تحلل الدوكيومنتيشن اللي جايه لك وتفهمها وتطلع منها اسئله وتعرفها، الجزء ده مهم جدا. وعلى فكره هو مش بس مهم، هو بيفرق تيستر عن تيستر تاني. تمام. لان الجزء ده مهم في المرحله اللي بعد كده. لو انت ذاكرت الشهاده هتعرف تفهم كلامي كويس، وانا ان شاء الله بشرح كل الكلام ده. خلصنا الدوكيومنتيشن، خلاص هنبدا نكتب التيست كيسز بتاعنا او تيست سيناريو ثم تيست كيسز. وهنبدا برضو نشرح ايه الفرق ما بين الاتنين، وازاي نكتب ده وازاي نكتب ده، وده هدفه ايه وده هدفه ايه. خلاص خلصنا التيست كيسز. هنبدا، معلش هنبدا بعد كده الاكسكيوشن، بس انا ما كتبتهاش، لسه هنعمل بعد كده الاكسكيوشن. هنرن التيست كيسز اللي احنا عملناها، ونبدا لو في بجات طلعت هنبدا نعمل لها البج ريبورت بتاعها ونرفع البج ريبورت. احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم ايه في التولز دي؟ احنا هنستخدم اكسل. تمام. في تولز كتير، وعلى حسب كل شركة. في شركات بتشتغل باكسل عادي جدا، في شركات بتشتغل بجيرا. هو انت لو عرفت تكتب ازاي تيست كيس او باج ريبورت، معرفة التول دي هو فيديو واحد على اليوتيوب، او لو انت حتى في الشغل، دي مش هيبقى مثلا هو ايه، دي مش هيبقى عامل هما هيختاروك عليه ولا لا. لا، ده مش عامل خالص. لان انت حد، لو حد في الشركة حتى قاعد جنبك نص ساعة كده ولا ساعة هيعرفك التول دي بتمشي ازاي. هو سيشن واحد هيعرفك التول بيمشي ازاي. فالتول يعني هي مهمة، بس مش اللي هي العامل اللي وانا بختار تستر هحدد اذا كان ده شاطر او مش شاطر او كده. هي الفكرة انك تعرف تكتب تيست كيسز، تعرف تكتب باج ريبورت كويس، تعرف العوامل المهمة اللي فيه، تعرف توصفه كويس، تكتب لي الستبس كويس، تعرف تحدد لي البايورتي بتاعته كويس. كل الحاجات دي كلها اهم مليون مرة من التول. تول ما هي الا اداة انت بتحط فيها افكارك. تتعلم الاداة ده سهل جدا. اللي مش سهل او مش هقول لك صعب، اللي متوسط، انك تتعلم ازاي تكتب التست كيسز والباج ريبورت. ده هيكون كورس براكتيكال بحت، براكتيكال بحت. هيمشي سلس جدا، يعني هيبقى ماشي ببطء. مش هقول لك ان انا هلم لك الموضوع ده في يومين، لا ببطء. وهتشوف معايا انا بكتب التست كيس ازاي وافكارها كلها ازاي، وهكتب كل تيست كيس قدامك مفصله
احنا لو طلعنا 50 60 على حسب ما نطلع، احنا هنمشي مع بعض في الكورس وهنشوف هنطلع ازاي. وانا مش هحضر حاجه قبل ما اطلع لك، يعني مش هطلع لك اشير التست كيسز اللي انا كتبتها قبل الكورس، لا. انا هطلع معاك ان شاء الله، افكر معاك ازاي انا هجيب التست كيس، اكن انا ده بروجكت انا شغال عليه، بس انا يعني لايف معاك، مش انا بحضر له قبلك. تمام. المشروع اللي هنشتغل عليه هو هيكون يعني موقع. الموقع ده الناس بتستخدمه لان هي تختبر حاجات كده ايه، تجريبيه. طبعا ما فيش يعني ما عنديش انا اصلا حاليا شغال في الشركه، فما عنديش بروجكت حقيقي انا مثلا بشتغل فريلانس فانا هشيره معاك. حتى لو في اعتقد ما ينفعش. آه، فالفكره كلها ان احنا هنستخدم موقع. ولو ان شاء الله الكورس ده تم ونجح ان شاء الله، ممكن ابقى استخدم بيزنس دومين تاني، يعني مثلا ممكن استخدم اي ويب سايت بيزنس دومين، اي كوميرس مثلا، بانكينج، اي حاجه. ولو ده تمام ان شاء الله تم، ممكن نبقى نعمل تاني كورس تاني لاي بيزنس دومين تاني. البيزنس دومين ده الحاجه اللي انت بتستها، يعني انت بتست موقع بيبيع هدوم، موقع مش عارف ده بنك، بتست حاجه مدفوعات، مش عارف تست نظام مثلا مدارس، تست نظام حكومه، بتست الانظمه كتير جدا. الانظمه كتير جدا. كل نظام له قصه تانية ودنيا تانية. انت المفروض تركز على حاجات وما تركزش على حاجات. المفروض في حاجات مهمه جدا بالنسبه لك ولازم تفهم البيزنس دومين كويس جدا. يعني احنا اول حاجه لازم هنعملها ان احنا نفهم البيزنس دومين بتاعنا كويس جدا، لان انت كتستر اهم حاجه بالنسبه لك انك تكون فاهم انت بتست ايه. ايه الحاجه اللي انت يعني ما هو انت مش هدخل اتست وش كده، لا، انا لازم اكون فاهم ايه الحاجه اللي انا بتستها واكون فاهمها كويس جدا عشان اقدر بالتالي ان انا اتستها. ما هو انا لو فاهم هقدر اطلع بجات، هقدر اكتب سيناريوهات. لو مش فاهم يبقى انا هكتب سيناريوهات وهكتب حاجات بس هتبقى عامه جنرال. التستر حلاوته ان هو يختلف عن اي يوزر تاني، ان انت بتطلع حاجات فيها تفكير كده ايه، تفكير يعني متميز شويه، اليوزر العادي ما يقدرش يوصل له. خد بالك ان انت في عندنا يعني اللي هو مبدأ من المبادئ ان انك تتست كل حاجه، ده مستحيل، ده اكيد. بس انك لازم تتست كل حاجه انت ممكن تعمل لها تيست، او حاجه ما ينفعش تفوت عليك. لان ممكن يجي يوزر عادي جدا داخل يسكرول في الويب سايت او اي حاجه، يلاقي عادي ان يعني يلاقي ان في بجايه انت ما كنتش متخيل ان هو يعني ان انت هتلاقيه عادي. ما هو ان انا تيست كل حاجه ده مستحيل، بس ما يلاقيش حاجه بقى ايه سهله لاي تيستر ان هو يجيبها. فالفكره كلها ان انت لازم تعرف ان اهم حاجه بالنسبه لك انك تكون فاهم كويس جدا البيزنس اللي انت بتشتغل عليه. واشوفك ان شاء الله في اول سيشن بعد السيشن ده اللي هو introduction to software testing، وهنشرح فيه النظري بملخص سريع. مش هقول طبعا انا هلم لك الشهاده في فيديو واحد، لا، بملخص سريع، وان شاء الله تستفادوا. شكرا.